فيديو النهاردة قريب لقلبي جدا لما بشوف كل بنت وهي قاعدة على المكنة وبتعمل حاجة بتحبها. أنا متأكدة إن كل واحدة قاعدة على المكنة هي حابة المكانة اللي هي فيها وحابة إن هي تقعد على المكنة، وإلا ما كانتش جات لنا. بجد هي حاجة جميلة جدا، بتبقى جاية مش عاطية ثقة خالص إن هي تتعلم حاجة. بس بجد بعد ما بيخلصوا الدورة، مش بعد ما بيخلصوا الدورة بقى، ده بعد 3 4 ايام بتقولي لا انا ما كنتش متخيله ان انا اوصل للتعليم اللي انا واصله له بعد 3 4 ايام وما بتكمل الشهر. يلا بينا نشوف البنات عملوا ايه. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش تحط لايك وتشتركي في القناه وتنزلي تعملوا كومنت. يلا بينا نبدا. على بركه الله. ده كان حوالي بعد الدورة بحوالي أسبوع، كل واحدة بقى كانت بتجيب لها حاجة وتعملها، وقاعدين بقى ان هما اللي بتصلح المكنة واللي تقول لي مثلا عايزة الضمها او جايبة قماش وتعمله. زيها كانت جايبة حوالي 3 اكياس معاها، اللي جايبة ملاية مقطوعة، اللي جايبة بنطلون لابنها مقطوع كده. حاجات من دي بيحاولوا يتعلموا فيهم. زي ما انتم شايفين الشنط تحت رجليهم اهيت، ما شاء الله. والله العظيم اقسم بالله مش عشان كتصوير فيديو. انا في ناس بتبعت لي الشغل بتاعهم ما شاء الله. ما شاء الله. هي بص، مش من اول مره ان انت تعملي الموديل دي يبقى مظبوط، لا ما يقع على الشاطر زي ما بيقولوا. هي بتعمل اول مره بيبقى عندها غلطات، تاني مرة بتحاول تصلح الغلطات، ان ما بتصلحش معاها من اول مرة. فحاجة زي ديت ما تيأسيش منها بجد. حاجة كويسة جدا ان انت تعملي حاجة انت بتحبيها، والحاجة اللي انت بتحبيها بتدخلك مصدر رزق ليكي. بجد ما فيش واحدة تتخيل لما انت بتدخلي مثلا 10 جنيه، حتى لو قيمتها بسيطة، بس بتساعدك في الأيام الصعبة اللي احنا فيها ديت. فبجد كل واحدة تنزل تشتغل حاجة بتحبها أو حاجة هي حساها. زي مثلا الوقت اللي ماشي دلوقتي الخياطة برضو رجعت زي زمان، يعني كان من حوالي يجي 10 سنين كده ما كانتش الخياطة مطلوبة بالطلب اللي هي مطلوبة عليه دلوقتي. وكانت برضو احنا بنعلمهم الاوفر، ان هم يقعدوا على المكنة الاوفر. هي دي المكنة الاوفر. كل واحدة حابة ان هي تقعد عليه، احنا ما بنمنعش اي حد، بس طبعا بنخاف على البنات عشان ايدهم لان هي فيها سكينة. فبخاف عليهم قوي ان هم يقعدوا عليها. فكل واحدة يعني ايه بتحاول ان هي تجيب حاجة قديمة، حاجة عندها عايزة تسترفل كده وبتقعد عليها. انا كنت بقول لها ايه رأيك فيها؟ طب انتي حاسة ان انتي كنت قالت لي انا عمري ما قعدت عليها وكنت خايفة جدا ان انا اقعد عليه. يعني قليل قوي 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 لو واحدة قالت لا انا ما عنديش الجرأة ان انا اقعد عليه. كل واحدة بتشوف دي كانت خايفة ان هي تقعد عليه، فاول ما بتلاقيها ان هي قعدت على الاوفر بتقول لي انا هقوم كمان اقعد عليه. ودي بقى كانت ام عبد العزيز قاعدة بقى تظبط المكن وكده، ربنا يكرمها يا رب. إيه، هي عندها مكنة خياطة في البيت وبتخيط وكل حاجة، بس ما بتعرفش تعمل موديلات. فيعني احنا هنا ما بنختصرش بقى ان هي تكون متعلمة او مش متعلمة. كل البنات ما شاء الله بيدخلوا عندنا ما شاء الله بيبقى عشان ياخدوا خبرة زيادة حتى لو عندهم خبرة بسيطة. انا نفسي انا ممكن واحدة منهم تقول لي معلومة انا باخدها على راسي. مش شرط انت متعلمة، انا لسه برضو ما تعلمتش حاجات كتير. وزي ما هي برضو هي ممكن تعلمني حاجات وانا اخد منها حاجات. كلنا بنستفيد من بعضنا وده مش عيبة. مش عيبة. يموت المتعلم وهو لسه ما اتعلمش. فهو حكاية ان انتي تاخدي المعلومة دي، تحاولي ان انتي اي واحدة قدامك حاولي ان انتي تستفيدي منها. وكده بقى زي ما قلت لكم، لو انت بتعملي اي حاجة بتحبيها حاولي ان انت تطوري من نفسك فيها. احنا برضو علمنا البنات عندنا الكهرباء ما شاء الله، دورة الكهرباء ما شاء الله. حتى كانت حنان برضو لسه جاية عشان دورة الكهرباء اللي ورا دي اللي شايلة شنطة. كانت جاية عشان وقت دورة الكهرباء كان جه، يعني كانت الساعة 12. فكانت جاية عشان الكهرباء. لا مبسوطين جدا من الكهرباء. كل واحدة بقى بتجيب لها اللي جايبة خلاط تصلحه واللي جايبة مكوة تصلحها، وبيصلحوا الكاتل واي حاجات كهربائية بيحاولوا ان هم يصلحوها. فكل واحدة هي الدورة والله العظيم بتفيد ناس كتير، بتفيد ناس كتير قوي قوي. فبصراحة لو انت قريبة من المكان
ما تقوليش مثلا لا وما لا وهو ايه ده، كلها الشغل كله 3 4 ساعات. فهو ما شاء الله البنات بتيجي آه، بتكون حابة اللي هي بتعمله. اهم حاجة انت تكوني حابة اللي انت بتعمليه. وحكاية الوقت دي انت سبحان الله اول ما رجلك بتيجي ان انت تيجي 3 4 ساعات فبيبقوا خفاف عليكي. احنا زي ما قلت لكم بقى، لو انتوا عايزين تعرفوا الدورة دي فين، الدورة ديت في مينة محل الدمنة امام الكوبري الجديد. لو انت حابة اي استفسار عن الدورة اكتبيلي في التعليقات وانا ارد عليكم ان شاء الله في اقرب وقت. دي برضو كانت جايبة دريس لها اللي هو ميني دريس، فهو كان طويل قوي، فكانت عايزة تقصره وتعمله زي نظام بلوزة قصيرة شوية بس يكون بنفس الدوران. فبصراحة الدوران غلبها شوية. فقلت لها حاولي على قد ما تقدري تظبطي الدوران، لان الدوران في كواحدة مبتدئة بيبقى صعب شوية. فهي ما شاء الله سماح قدرت ان هي تعمله. اي كان في غلطات بس تمام قوي كويس قوي. زي ما قلت لك كواحدة مبتدئة لما تكون الواحدة انا كمدربة ما ينفعش ان انا اقول لها لا ده وحش، لا ده مش عارفة ايه، لا كده لا، انا اقول لها لا ده كويس بس المرة الجاية حاولي ان انت تظبطيه. بس طبعا لو هو مش مظبوط خالص فما ينفعش ان انا اعديها وخلاص. يعني ما ينفعش ان هو لان هو ده يتلبس او هو ده يعني حاجة مش قديمة. فاقول لها لا حاولي ان انت ايديكي تتظبط شوية عن كده. يعني حكاية الرفية دي اقول لها يعني مثلا ما تنفعش ان انت ترفي من هنا حوالي يجي سنتي وتيجي من ورا خالص من عند الدوران ترفي نص سنتي. لازم تمشي الدوران كله كامل. يعني تمشي يبقى الخط كله نفس الايه، نفس الاسطمبة واحدة. فعشان كده بحاول على قد ما اقدر ان انا ما اقولهاش فيكي، ان انا اقول لها لا خلي بالك المره الجايه ان هي ايديكي تتظبط شويه. معلش بقى كانت العربيه وسخه خالص وكانت مبهدله ورق وقصايص قماش. لان ما شاء الله كانوا كلهم في اليوم ده شغالين كلهم بلا استثناء. كانوا ما شاء الله كلهم قاعدين على المكن وكل واحده كانت بتعمل حاجه. ودي كانت حصه الفيونكه، ازاي نعمل فيونكه. الفيونكة سهلة بس في نفس الوقت كواحدة مبتدئة صعب ان هي تعملها بان هي تطلع معاها كويسة. بعد ما عملته نادت عليا طبعا بتقول لي الجهة التانية اعملها ازاي. قلت لها اعمليها نفس الخط اللي انت ماشية فيه امشي فيه. لو وصلت بالفيديو لحد هنا بشكرك جدا 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 ان انت وصلت بالفيديو لحد هنا. بس اهم حاجة حط اللايك واشتركي في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش وفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه. هما بعد ما بيخلصوا كل يوم او بالذات بعد حصة القص بيقوموا منضفين العربية لان هما اللي بيقصهم. فلازم تبقى العربية نظيفة وشكلها حلو عشان لو جالني زيارة من هنا او من هنا او من بره محدش يشوف العربية، لان كل مكان بيدل على الناس اللي قاعدة فيه. وطبعا احنا ناس نظيف. فبكده انا بقول لها لازم تمسكي الفيونكة من النص وتظبطيها. احنا مش كل حاجة بنستخدم فيها الفيونكة بس كبداية احنا بنبدأ بيها الدورة عشان بتبقى حاجة بسيطة وبيبقى كله ايه يقدر ينفذها على المكنة. يعني ما ينفعش ان انا ابدأ بموديل واقول لها لا نفذي له موديل، لا انا بديها مثلا حاجات رفيعة كده وبتبدأ على طول ان هي تعملها. لو انت عايزة برضو تتقدمي معانا، احنا الدورة دي مقدمة من وزارة القوى العاملة بالدقهلية. لو انت في بلد تانية او انت في محافظة تانية ممكن تستعلمي عن المحافظة اللي انت فيها عربية زي دي ولا لأ. احنا كل العربيات بتبقى زينا كده، يعني العربية فيها 10 مكانات. مكن اللي هو الجوكي او اللي هو العادي يعني، واحدة اوفر واحدة اورلي. وبيعلموا الكهرباء وبيعلموا السباكة وان شاء الله في اعمال يدوية في بنات بتتبرع كتبرع خيري، يعني ان هي تيجي تعلم البنات هنا عندنا الريزو وعندنا اللي هو التريك والحاجات دي. بس مش هتبقى مش هتبقى ايام طويلة زي ال30 يوم بتوع الخياطة وال15 يوم بتوع السباكة والكهرباء والكلام ده. ممكن تبقى 3 4 ايام بس عشان دي اصلا زي نظام
النظام اللي هو الخيري وكده. بشكركم جدا على الفيديو، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.